وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. الإمام الحسن البصري كان بيقول: إني لا أعرف ذنبي في خلق دبتي وفي امرأتي. كان يقصد إن الذنب بيظهر في تفاصيل حياته الصغيرة، وكان أول ما يحس بدي يرجع لربنا بالاستغفار فورا. سلامه النفسي مش كان في الظروف، لا، لكن في سرعة رجوعه لربنا. في شاب عاش سنين غرقان في معاصي وسهرات، كان دايما مكتئب ومتوتر حتى مع ان حياته باين انها حلوة. يوم ما تاب ورجع لربنا بيقول: لقيت راحة عمري في اول ركعتين صليتهم بصدق، ومن وقتها وقلبه مرتاح حتى في ابسط الظروف. واللي عايز اقوله لحضرتك، لو بتسأل نفسك ليه مش لاقي سلام، بص على قلبك. هل فيه ذنوب معلقة؟ سيبها وارجع. كل ذنب بيسرق منك قطعة هدوء، والطاعة بترجع لك السلام اللي مفتقده. صدقني، مفيش حاجة في الدنيا تستاهل تعيش قلقان علشانها.